اليوم جبت لكم الوصفة اللي دايما نعتمدها سنوات وسنوات تاع لي بيني. صدقوني يا البنات نعتمدها وعينيا مغمضين. انجح واسهل واروع وصفة تاع لي بيني ممكن تجربوها. راح يجوا منفخين كي البالون، الحبة الاولى حبة حتى الحبة الاخرى، ويجوا فارغين من الداخل وخفاف خفاف. واش نقول لكم، تلمو جوهم خفاف. افراد العائلة ياكلوا بالزوج بالثلاثة وما فاقوش. كما تحبوا تحشيوهم. ونعطيكم سر، ميم تحطوهم في المجمد تعودوا ديكونجليهم راح يقعدوا نفسهم واحد البنه يا البنات. لازم تسجلوها. هاد العجينه ناجحه مليار في المية. هاد الوصفه على ضمانتي. ما عليكم غير تشوفوني وسجلوها ونبداو على بركه الله. بسم الله. مرحبا بكم جميعا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم راح نطليت عليكم بهذه الوصفه تاع البني. على بالي راهو دخل موسم البحر ان شاء الله، و من يعني الوصفات اللي مشهوره كي يدخل وقت فصل الصيف هي لي بني. كاين الناس بزاف يحبوا يدوهم معاهم ولا يشروهم في البحر هكا. دي شوفي هاد الوصفه تاعنا اليوم، خاصه العجينه بزاف هايله. متاكده بعد ما تشوفيها شحال بسيطه ونتيجتها اللي حتكون من اروع ما يكون. متاكده بعد ما تجربيها حتسجليها مباشره وتعتمديها ان شاء الله. بسم الله. شوفوا في ريسيبيون درت كاس تاع حليب ماشي مملوء كما شفتوه، حليب دافي 220 ملل. درت حوالي 3 ملاعق حتى 4 تاع سكر، ودرت مغرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز، ودرنا تاني ربع كاس تاع الزيت، ودرت ملعقه تاع الخل ماشي مملوءه كما شفتوا، حوالي نص ملعقه كبيره. نخلطوا كلش هادو مع بعض سوائل، وما تنسوش لافاني. عجينه بسيطه لكن نتيجتها وعايه البنات. خلطوا مليح هاد السوائل. هنا راح نبداو نضيفوه في الفارينه. عندي الكاس الاول نفسو كيت لكم بالعاني بالكاس باش تجيكم يعني مقادير مضبوطه. راح نضيف معاها هنايا ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات ما يعادل نص كيس، ونزيد نضيف الكاس الثاني. يعني بالنسبه للفارينه تاخذ لكم 3 كيسان وملعقه كبيره ما يعادل 3 كيسان وربع هكذاك. وتختلف من نوعيه الاخرى، كاين اللي يتشرب كاين لا. يعني الا كنتوا استعملتوا نوعيه اخرى ممكن ما تزيدوش كامل هذاك ربع، 3 كيسان يكفيوكم. نحاولوا انه نتحصلوا على العجينه تكون متماسكه شويه ماشي طريه بزاف. دوك نوريكم القوام ديالها. هاوليك القوام تاع العجينه تكون متماسكه. انا راح نضيف لها ملعقه تاع المارغرين ممسوحه، تكون طريه من احسن باش تساعدكم انكم تدخلوها بكل سهوله في العجين. كما تقدروا ديروا هاد المراحل كامل اللي عندهم يحبوا يديروا في البيتران تقدروا ديروا في البيتران ولا بهذوك لي غوصل تاع الباتور. درتها لكم يعني بطريقه بسيطه باش تنجح معكم وتصدق معكم كامل. دلكتها حوالي نقولوا 3 دقائق وحطيتها في الغيسيبيون تخمر بيان سور. هنا بعد ما خمرت لي هالي كيفاش ضعف الحجم ديالها يا البنات، ماشي حتى تنفخت ولا تقد العجب، تنفخت تفاعلت يعني ضاعف الحجم ديالها. حكمت العجينه قسمتها على 2. راح تجي عجينه جد عمليه وما تسحقش كامل انكم ترشوها بالفارينه. حطيتها فوق البابي كويسون. راح نحلها بسمك فوق رقيق شويه، تجي يعني ماشي رقيقه ماسه، يعني فوق رقيقه شويه. نحكم اي قطاعه عندكم حبيتوهم كبار ولا صغار. انا درتهم بحجم متوسط. هاليك نتحصلوا على هاد الدائره. هاوليك السمك ديالهم قلت لكم فوق رقيقه شويه، وقد ما يعني تخشنوهم راح يجوا فيكم فيها العجين. اللي يحبوهم يعني ملحمين يخشنوا فقط السمك، واللي ما يحبوهمش ملحمين يديروهم رقاق كما درتهم انا يجوا فارغين من الداخل. نتحصلوا على هاد الدوائر. هامليك هنا ستفتهم كامل فوق كيس بلاستيكي باش نضمن ما يلصقوش معنا في البلاطو. نخليهم بيان سور يتنفخوا ويضاعف الحجم ديالهم، ولو طون يتنفخوا هما نشعل على الزيت. انا شعلت على الزيت ديالي على نار فوق يعني نوعا ما قويه. نحط الحبه غير تشوفوها بدات تتنفخ على الاطراف، تشوفوها تبدا دير شغل فقاعه في الطرف. ابداو ترموا عليها الزيت راح تتنفخ معاكم يا البنات. دوك تشوفوا كيفاش تولي، شوفوا كيفاش دارت هذيك الفقاعه. وبداو ترموا فوقها الزيت راح تكمل تنتفخ وحدها. شوفوا يا البنات ما شاء الله. يعني دوك نقلبها معاكم تتاكدوا بلي انها راهي كي البالون. بسم الله ما شاء الله.
وكامل يمكن ما تنفخوش معاكم. كاين بعض الحبيبات كي تعاودي العجينه ما يتنفخوش معاكم بزاف، لكن كي تفتحيها تلقايها فارغه من الداخل. هايديك شوفوا كيش تنفخت معنا يا البنات، بسم الله ما شاء الله، راهي كي البالون. دوك نزيد ندير معاكم اخرى باش تشوفوها، وبيان سور غير يطيبوا نديروهم فوق بابي طورشون باش نتاكدوا انه نحاو كامل الزيت منهم. نزيد ندير معاكم واحده اخرى. هنا الاولى مع الاسف ما تسجلت ليش، كنت ما ضغطش على الزر، يعني حتى انتبهت مزيان، انتبهت لو كان ما فهمتلكمش كامل هذا المقطع تاع وانا نطيب فيهم، كان راحت لي الوصفه في كيل الزيت. هذا هو المقطع الاساسي. شوفوا كيش يتنفخوا يا البنات، بسم الله ما شاء الله كي البالون. راكم تشوفوا يعني حتى الحبه الثالثه لحد الان الثالثه ومازالها تنفخ، رابعه كامل ها كيما راكم تشوفوا، بسم الله ما شاء الله. قلت لكم هذيك الخل والخميره عطاو واحد التفاعل وعطاو واحد الخفه من الداخل، ما تجيش كامل فيهم هذيك القطنه. واللي يحبوهم يعني ملحمين يخشنوا فقط العجينه، يديروها سميكه. شوفوا كيش جاو معانا يا البنات، ميم هذوك اللي تشوفوهم ماشي منفخين بزاف بالكو تحسبوهم هذوك تاع العجينه المعوده، بالكو تحسبوهم ماشي فارغين، ولا صدقوني غير فارغين من الداخل، جاو خفاف 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 خفاف. واش نقول لكم، تقدري تاكلي 5 6 بلا ما تفيقي تنمو خفاف. شوفوا بسم الله ما شاء الله يا البنات، شوفوا كي نفتح معاكم. دوك نزيد نفتح معاكم حبه ثانيه. قلت لكم ميما دوك اللي عاودت لهم العجينه شفتوهم ساعات تقلص، وكي طيبوهم تقولوا ما حش يتنفخوا، لا يتنفخوا معاكم، لكن ماشي قد البالون، لكن تتنفخ وفارغه من الداخل. شوفوا يا البنات ما شاء الله يعني النتيجه. كل واحد كيش يحب يحشيهم. انا راح ندير لهم كيما زمان شويه تاع المعجون تاع المشماش وندير نرمضهم في السكر. ما حبيتش نكتر لهم بزاف باش ما يجوش يقهموا. تقدروا تعمروا الكونتيتي كيما تقدروا ديروا الثقب، يعني تثقبوا بلا بوشادو، تثقبوا يعني بيها بلا ما تفتحوهم هكذا، ونرمضوهم في السكر كيما تقدروا ديروا شوكولا طالع. هذا هو نتيجه لي بيني تاعنا. انا وجدت لكم حبيبات باش نصورهم وفي نفس الوقت نشربوا بهم قهوه، وتقدروا تكونجليوهم وديكونجليوهم تجبدوهم وتعاودوا يعني تحشيوهم مباشره. صدقوني عامليك شوفوا كيف جاو معنا، يعني فقط قلت لكم ما عمرتهم بزاف بالمعجون، تقدروا تعمروهم وتشخشخوهم باش ما يجوش بزاف يقهموا. شوفوا شحال خفاف، جربوهم واستمتعوا بالوصفه خياتي. نتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم وفقت في تقديمها، وماذا بيا تشاركوني آراءكم وتشاركوني تجربتكم إذا جربتوها وعجبتكم. معني نقول لكم انتظروني في وصفة واحدة أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة إن شاء الله، وإن شاء الله ربي ينجح كامل وليداتكم، آمين يا رب العالمين.